اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم حبايب؟ إن شاء الله زينين. اليوم حبايب جبت لكم طريقة الكنتاكي مثل المطاعم، وإن شاء الله تعجبكم الطريقة وإن شاء الله تنفذوها. والله طلعت كلش طيبة وكلش حبيت أصورها، قلت وخلي أنزلها لهم بالقناة حتى يشوفون الطريقة، لأن تعلمتها من ناس يعني تشتغل بمطعم. فهذا أنا جبت دجاجة قطعتها إلى قطع صغار. راح تقولون ليش صغار؟ قطعتها صغار أو وسط، مو كلش صغار يعني وسط. حتى شنو؟ حتى الدهن من راح نقلي الدجاجة، احنا ما راح نسلقها الدجاجة، راح بس ننقعها بالمواد. فالدجاجة لازم تكون شوية حجمها زين صغير، حتى شنو؟ حتى تتقلى بسرعة بالدهن، ما تصير الكبيرة. شو تصير الاستواء مالتها شوية بطيء، يراد له هواي وقت. هنا أنا غسلت الدجاجة ونظفتها ونشفتها، وبعدين بديت أخلي المواد عليها. المواد هي عبارة عن روبة أو زبادي، زين، مقياس قلاص يعني. هذا كوب صغير زيت، مقدار كوب خل أبيض. وبعدين خليت البهارات عليها. البهارات اللي هي متكونة من بابريكا حمراء، من كمون، من فلفل أسود، من ملح، من ليمندوزي، ماجي، ثوم مطحون، بصل مطحون، كزبرة مطحونة. هذول البهارات كلها اللي خليتها عليها. وبديت أمزج بالبهارات والخل واللبن بالدجاجة سوا، أخلطهم سوا حتى شنو؟ حتى تتلابس كل المواد بأجزاء الدجاجة كلها، وتصير الدجاجة متغطية بكل المواد. وخليت الدجاجة بالثلاجة، هذا قبل يوم. فاليوم يعني ثاني يوم بديت أحضر حتى أقلي الدجاجة وأشوفكم شلون تصير كنتاكي. وإذا واحد مستعجل عليها هو يعني 5 ساعات كافي تعطي نفس النتيجة إن شاء الله. هنا أنا جبت كاسة وخليت بيها زيت ربع كوب باعتبار، وخليت عليها 5 خواشيق، ما أدري 4 خواشيق طحين، لأنه الكمية دجاجة هي مو هواية. وخليت عليها نفس البهارات اللي خليتهم على الدجاجة حتى تعطي نفس الطعم بالضبط. وهنا خليت روبة أو زبادي، بس خليت عليهم خل، فصارت سائلة تقريبا. خليتهم خلطتهم سوية، وطلعت هاي النتيجة. يصير شلون الخليط مالت الكيكة بالضبط. هنا أنا عندي تشيبس، هاي إضافة من عندي تشيبس طحنته وخليته حتى أغلف بيه. نبدي نغلف الدجاجة ونسويها. هنا بدل التشيبس طحين، يعني بدل التشيبس طحين، بس أنا عندي تشيبس قلت خلي أستغله. نخلي الدجاج بنص الخليط اللي سويناه، الطحين والخل واللبن، وبعدين نخليه بالتشيبس. بس بالعادي يعني نخلي طحين، احنا بدل التشيبس طحين نجيبه ونخليه بالطحين، بس نغمر كل الزين حتى هذا والنكتة يطلع مثل يعني شلون هذا المقرمش. هنا أنا جبت الدجاجة، الأجزاء الدجاجة يعني، بديت أغمسهم بالخليط، وبعدين نخليهم بالتشيبس ونحضرهم كلهم. حتى شنو؟ قبل لازم تقريبا مثلا أنا غداي أريد أبلش بيه قبل ساعة، حتى هذه التغليفة اللي غلفنا بيها تلزم أو تجمد عليه وتتماسك وياه وما توقع من نخليها بالدهن. إذا أنتوا رأسا تسووها وتذبوها بالدهن راح تتفكك الغلاف اللي سويناه مالت المقرمش ويوقع يعني ويروح. هنا بدينا نقليه بدهن غزير، وطلع نفس المطاعم بالضبط، ماكو أي اختلاف. وسوينا وياه جبنة فينجر وصار كلش طيب، ويا ريت تجربوه، واتمنى يعني تجربونه يعني كلش طيب. وان شاء الله اشوفكم بفيديوهات ثانية،
أكلات ثانية، ويا ريت تنطوني رأيكم بالشغلات اللي أسويها، ويا ريت هم إن تشتركون إذا ما مشتركين بالقناة، ولا تنسون اللايك والتعليق الحلو مثل وجوهكم، أو تنطوني رأيكم بالأكلة هذه اللي سويتها، واللي جربها يا ريت يكتب لي إنه جربها. هنا شوفوا شلون مقرمش كلش، بحيث يعني من أسوي يطقطق بداية، كلش طيب طلع. وشكرا لكم، وشكرا لكل اللي اشترك بالقناة، ومع السلامة.